السلام عليكم. مبروك، مليون تريليون مبروك لعشاق وجماهير المنتخب السوري يلي أنا منكم فيكم ومن حمص. اليوم أداء رجولة وروح قتالية بأرضية الملعب شفناها من لاعبين المنتخب السوري، لكن ما بدنا ننسى تكتيك خوسيه لانا يلي اليوم قدم تكتيك إسباني برشلونة رائع بأرضية الملعب. هذا هو المدرب يلي أنا بقول عنه مدرب بيعرف الإمكانيات اللي عنده متواجدة بأرضية الملعب أو على السكور. مدرب بيقرأ فريق الخصم، بيعرف شو بده يحط خطة لعب أمام هذا الفريق، هجومية أم دفاعية أم معتدلة. قدر يسيطر على المباراة، لعب دفاع متأخر صح، لأنه فريق المنتخب التونسي جاهز أكثر من المنتخب السوري، وما بدنا نضحك على بعض، لكن كانوا قد المسؤولية اللاعبين السوريين، لاعبين المنتخب السوري يلي نفذوا خطط خوسيه لانا بحذافيرها من دون أي أخطاء، تكتيكيا وبدنيا وذهنيا كانوا حاضرين بأرضية الملعب وشفناهم. شفنا كيف المنتخب السوري عم يحد من خطورة أهم لاعبين المنتخب التونسي، الشواط وإسماعيل المغربي أو الغربي والعيوني من على اليمين، وما بدنا ننسى علي معلول. المنتخب التونسي يا شباب أقوى من المنتخب السوري، لكن قدر بحنكة مدربه خوسيه لانا المنتخب السوري يسيطر على مجريات المباراة بالشوط الأول ويسكر مفاتيح اللعب عند المنتخب التونسي، ويسكر الخطوط ويسكر المساحات على اللاعبين التوانسي اللي جايين من تعادل قوي امام المنتخب البرازيلي. وما بدنا ننكر هذا الشيء، وشفنا تصريحات انه رح يفوز على المنتخب السوري 3-0 و3-1، بس نسيانين انه هذا منتخب سوريا، وخصوصا بعد التحرير رح يكون غير. هاي البدايات، لسه في كتير رح تشوفها من المنتخب السوري باذن الله تعالى، بس تستقر سوريا وتنتهى من الأعداء الداخليين والخارجيين يلي عم يتربصوا لها بكل دقيقة وكل حين. نرجع للمباراة. أنا ببداية هاي المباراة أنا ما بنكر، أنا واحد من الناس كنت متفائل قبل المباراة، لكن خلال المباراة وقت شفنا الضغط وشفت اللاعبين المتواجدين، لأنه إحنا كمان ما نعم نلعب بلاعبين الأساسيين وفي قصص كتير بدنا نحكيها، ولاعبيننا شبان ولاعبيننا احتياط. كنت كتير متخوف وقت شفت الضغط التونسي، وقت شفت شاهر الشاكر كمان بحراسة المرمى، وأنا بدي أعتذر منه اعتذار كتير كبير. يعني اتضايقت وقت ما شفت الياس هدايا، شفته بجنوب السودان وما أنا عم أشوفه بهاي المباراة، غريب مع أنه متواجد بالقائمة المتواجدة بقطر، فأنا استغربت فخفت من حراسة المرمى لأنه هو الأهم وحامل عرين. لكن بالدقيقة الخامسة الخوف شوي صغير قل، بالدقيقة العاشرة، بالدقيقة 15 الأكثر، لأنه معروف عن أي مباراة تنزل إذا عم تلعب أمام خصم عم يلعب بأرضه ما بين جماهيره، بدك تحافظ على أول ربع ساعة أو 20 دقيقة تحافظ على مرماك خالي من الأهداف، بعدها بتبلش تنطلق. أو إذا عم تلعب أمام فريق أقوى منك وجاهز أكثر منك، بدك تحافظ على أول ربع أو 20 دقيقة، لأنه هو رح يحاول يضغطك ويأكلك أكل، مثل ما عمل المنتخب التونسي اليوم أمام منتخبنا منتخب سوريا. فوقت اللي وصلت أنا للدقيقة 20 بلشت اتفائل، ما ارتاح. للدقيقة 15 بلشت ارتاح، الدقيقة 20 بلشت اتفائل، الدقيقة 21 22 زاد التفاؤل، عرفت إنه الأمور بلش يسيطر عليها خوسيه لانا. اليوم تبديلاته كانت رائعة. خوسيه لانا اليوم عمل مباراة كبيرة وفاز على المنتخب التونسي وعلى مدرب منتخب تونس الطرابلسي. سيطرنا على مجريات المباراة بالشوط الأول، سكرنا مفاتيح اللعب، شاهر الشاكر أدى أداء رائع هو وجميع اللاعبين. الصلخدة يلي أنا جنني بالشوط الأول وموتني بالشوط الأول من فردياته وتمسكه بالكرة، والكرة عم تلزق بإجره كتير، وكان فيني يمررها وما يمررها، فكتير اتضايقت منه، لكن أبدع بالشوط الثاني وكان رجل المباراة. شفنا تغزل المعلق الإماراتي على أبو ظبي الإماراتي كيف عم يتغزل بالصلخدة وبمجهود الصلخدة ومجهود كل اللاعبين، عبد الله الشامي، فقة، حنان، ما كردغلي أنا شفت اليوم مغاير، شفته نار بأرض الملعب، واتمنى أنه يكون هيك، يتم هيك على طول،
لننزل الشوط الثاني متفائلين أكثر ونسجل الهدف الفوز وهدف التقدم لسوريا بالدقيقة 48 عن طريق ركلة حرة مباشرة لعمر خريبين عم تسكن شباك المنتخب التونسي وتفرح الجماهير السورية من كرة ثابتة جابها محمد الصلخضي. الصلخضي أبدع بهاي المباراة لنسجل هدف الدقيقة 48 ونرجع كمان نحافظ على الهدف ونلعب بتكتيك عالي. وخوسيلانا ما ينزل بلعيبة دفاع، ينزل بلعيبة هجوم، ينزل بمحمود المواس، ينزل بياسين سامية، ينزل بيعقوب أنطونيو يعقوب. يعني مباراة رائعة من لاعبين ومن مدرب المنتخب السوري. أنهينا وصفر الحكم المباراة بنتيجة 1-0 لمنتخب سوريا حتى نستنى ونحضر للقاء المنتخب القطري يلي خسر بالدقيقة وبالثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني أمام المنتخب الفلسطيني 1-0. يعني يا شباب عنا مباراة نارية ملحمية قدام صاحب الأرض ومستضيف البطولة قطر. يعني مباراة ما سهلة نهائيا. قطر رح يقاتل على 3 نقاط لأنه هاي المباراة الأخيرة والأمل الأخير له أمام المنتخب السوري. إذا بيتعادل أو بيخسر ودع المونديال. فعنا مباراة جدا قوية ب4 الشهر يوم الخميس، وعنا مباراة قوية كمان أمام المنتخب الفلسطيني كمان ب7 الشهر. ليجي ب8 الشهر احتفالنا الأول بانتصار الثورة السورية العظيمة. فإن شاء الله تكمل فرحتنا بانتصار الثورة السورية العظيمة الفرحة الأولى لأننا بفرحتنا للتأهل للأدوار الثانية من بطولة كأس العرب، ونفوز على قطر ونفوز على منتخب فلسطين الشقيق. يا رب كل التمنيات للمنتخب السوري بالمباراتين اللي جايات، وألف مليون تريليون مبروك للجماهير السورية مرة ثانية لفوز المنتخب السوري على المنتخب التونسي. وبنهاية الفيديو لا تنسونا إذا عجبكم هذا الفيديو من الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس وآراءكم بالتعليقات ومباركاتكم للمنتخب السوري، وكل التوفيق للمنتخبات العربية الثانية المشاركة بهاي البطولة، وكل التوفيق للمنتخب الفلسطيني ومنتخب النشامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.